إذا كان جواز المتعة منتشر عند الشيعة في إيران والعراق، فأحب أقول لكم إن هو موجود عندنا هنا في مصر، بس اسمه الجواز السياحي. ده من أدبك، ده أنا هديك ب60 جزمة يا أوسخ جزمة. امشي يلا، انتهت المناظرة. امشي يلا، امشي يا ابن الجزمة. شوف بقى أكتر من كده، امشي يا ابن الجزمة يلا. اتفضل. امك الله يرحم امي. يعني ان شاء الله لما تقف امامها يوم القيامه ربنا مش هيقول لك عشان انت شيعي فانا سمحت لك ان انت تطعن في عرض امراه. والله العظيم يعني مثلا هل انا كمسلم ربنا يسمح لي ان انا اطعن في عرض امراه وان كانت ملحده او كافره او ايا كان، يسمح لي عشان انا راجل مسلم يسمح لي ان انا اطعن في عرضها؟ ما ينفعش. ده ما يبقاش رب، ده ما يبقاش عادي. بل ياتي هذا الرجل يقتص مني يوم القيامه وتاتي هذه المراه تقتص مني يوم القيامه. يلا خير ان شاء الله. حسنات اتت لامي. تشتم امشي يا ابن الجزمه، امشي يا ابن الجزمه يلا. الله اكبر الله اكبر. ده من ادبك، ده انا هديك ب60 جزمه يا اوسخ جزمه. امشي يلا، انتهت المناظره. امشي يلا، امشي يا ابن الجزمه. شوف بقى اكتر من كده، امشي يا ابن الجزمه يلا. أنا عايز أقول يا جماعة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، وأنا والله العظيم أخرج من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي أن هذا الإنسان ما هو إلا إنسان وسخ بس كده. تقصد وليد إسماعيل صحيح؟ نعم بس كده صدق. يعني انت زعلان انه هو طعن في والدتك؟ يعني طبعا نحن لا نقبل، انا لا اقبل انه يطعن في والدتك، الله يرحمها والدتك، ولكن انت تقبل ان تطعن في امهات الناس وفي الزوجات المحصنات، وتقبل ان تقول لوعد اللامي امشي يا ابن الجزمه، امشي يا ابن الجزمه، وتقبل انك تطعن في الشيخ حسن ياوي وتقول له امشي يا ابن الجزمه، امشي يا اوسخ جزمه، وانك تسب على اهالي الناس وتسب هون وهون. معلش، بس واحد يغلط عليك انت لا تقوم لقيامه ما بتقبلش علشان لا تقبل هذا الشيء. لا تطعن انت ايضا في امهات الناس، ما انت كمان بتسب على اهالي الناس. والله نسيت. اي أيوة والله العظيم يا اخوان، ليه ما فتشت؟ انا يعني هضحك عليكم؟ الروايات موجوده اهي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليك معايا بس يا لقمان. يا اخوانا هات كده، هات الشاشه بتاعت اللابتوب. بص يا اخوانا الحديث ده بيقول ايه اهو. الحديث 26444 تمام. رقم 3 عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا. قال ولما فتشت؟ قال ولما فتشت؟ ولما فتشت؟ يعني أنا عايز أفهم بس من الحديث ده، هل الراجل ده لما راح يتجوز من المرأة دي اتجوزها من أهلها؟ طب شلون اتجوزها من أهلها أساسا؟ شلون اتجوزها من أهلها وأهلها ما قالولوش إن دي متجوزة؟ طبعا انت بتتكلم ولا تعلم شو في عندكم، بس انا حنزل لك شو في عندكم. قاعد بتطعن بالشيعة وبتطعن بالمحصنات، ولما واحد غلط على امك عملت مصيبة عملت. يعني قعدت تتكلم وتحكي وتقول وكذا، بس انت تطعن في الناس معلش، انت تسب على الناس معلش، انت تطعن في محصنات الشيعة معلش، بس احنا لا، مش هيك؟ لعنة الله عليك. شوف البلاوي اللي عندكم انت، شوف انواع الجيزات اللي عندكم، زواج الاستعارة، زواج التيك توك، زواج التيك اواي، من وين زواج التجربة، زواج البلاوي هذه كلها. ما هو عندكم الزواج السياحي وزواج المتعة عندكم. اكتبوا على اليوتيوب زواج المتعة في مصر
وشوف البلاوي اللي هتطلع لك. واحد متزوج 300 واحدة متعة، 300. يا وسخ يا ملعون انت. انا مره جوزت بنت وامها، بعد ما خلصنا على البيت يقول لي مره نظامها ايه؟ كان صاحبي، مره نظامها ايه؟ قلت له والله بص خدها بقى قاعد عندك في الشقه يوم. قال لي لا انا هتجوز الاثنين مع بعض. قلت له ماشي مفيش مشاكل. رحت ضارب المره مخليها. قلت له الراجل هنا وين تولدي؟ قالت لي خلص. مع الضحيه معانا او النموذج اللي معانا من حومديه هي منى. ازيك يا منى؟ ازيك؟ يعني انت عندك كام سنه اول؟ دلوقتي 21. 21 سنه. انت بدأتي تتجوزي وانت عندك كام سنه؟ 17 سنه. سنه. طيب كان في رفض في البيت ولا هم اللي يعني قالوا لك يلا بينا نعمل كده؟ لا هم كانوا موافقين. كانوا موافقين وسهلوا. وهم اللي سهلوا الموضوع ومشوا الموضوع. طب انت رفضتي او حاجه؟ كنت رافضه في الاول؟ عشان كنت لسه صغيره. كان عنده كام سنه؟ هو كان كبير حوالي 40. كان كبير 40 سنه وانت عندك 17 و 18 وقت؟ كان كبير 17 سنه. 17. قعدت معاه قد ايه؟ هو اول واحد قعدت معاه شهرين. ده هم كذا واحد. اوكي. اول واحد شهرين. والتاني شهر. واكتر جوازه 3 شهور. الاتفاقيات اللي كانت بينكم دي يعني دي كانت فلوس بتدفع في كل جوازه صح؟ طيب كان يعني متفق ان انا هتجوزك دلوقتي وهنطلق بعد مده كذا ولا كان هنتجوز وخلاص؟ لا مش متفق ان هو يطلق. هو متفق وراح مقطع العقد وسافر. عندنا في مصر يا جماعه حاجه اسمها الزواج السياحي، زواج القاصرات. بيجي فلان من الدوله الفلانيه هيكل عظمي تقريبا، بس معاه فلوس، راجل مريض كبير في السن، جوز 18 مره في بلده وجاب 80 عيل، وجاي بقى ايه عنده 70 سنه 60 سنه 80 سنه، بس عنده شويه فلوس في بلاد معينه في محافظات معينه معروفه، وبيروح يجيب واحد لا مؤاخذه مش عايز اسميه اسم يعني عشان كل الاسماء عيب، محامي، فبيجوزوا بنت عندها 16 18 سنه وهو راجل عنده 70 75 سنه.